يا أهلا أحبابنا، احنا النهاردة في فيديو جديد شيق وممتع. الفيديو ده عن الزنبرك بتاع شداد المحرك الهوندا المتوفر في السوق، ازاي تحفظه وازاي تعمل من المستعمل حاجة جديدة. وأتمنى ان انتوا تستمتعوا معنا بالفيديو. يا عم ما عملتش لايك، من حقك تستنى شوية لما تشوف النتيجة. احنا كده دلوقتي بنلف الزنبرك على القاعدة. طبعا احنا عملنا في القاعدة دي، هنوريكم الجزئية بتاعتها. ايوه، مسافة السلك دي كانت من الخردة مكسورة، واحنا عايزين نلف الزنبرك ونحفظه. الزنبرك طالع عند سليم، ودي اللي انكسرت. فاحنا بنعدي سلك من اللي هو سلك الرباط بتاع الخرسانة المسلحة من 4 فتح احنا عملناهم في الشداد، في الفبرة بتاعت الشدادة القديمة. ادي السلك الرابع، ده التالت تقريبا. ايوه، بنلف ونتنيه ونعمله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي حبايبي. فطبعا الزنبرك كده انمسك، مش هيقعد كل شويه يفرد مني ويبوظ ويلم تراب والكلام ده. وبنبدأ نحط له سن الشحم عليه ونحفظه للاستعمال مرة تانية مع مكنة مثلا كسرت الزنبرك بتاعها أو السوستة بتاعتها، ونلاقيه عندنا قطعة الغيار في حالة جيدة، ما يكونش فيها صدى، ما يكونش فيها أي كسورات أو أي حاجة. فدي الخطوة المهمة، إن إحنا نحفظ الزنبرك بطريقة جيدة. وانت بتربط سلك الرباط تراعي انك انت تعمل لفتين. احنا ما بنعملش لفتين بس، بنتني وبنراعي ان احنا نعمل الوضع بتاعها تكون مشدودة، يكون السلك مشدود. بنبدأ نخبطها خبطة بعد ما نربط ال4 سلوك، هنخبطها خبطة على الترابيزة قدامكم، فهتنزل السوستة بحالها وبالشداد بتاعها. وتضطر تحفظها بقى انت، او بمعنى اصح تحفظها في مكان تبقى جيد التهوية وبعيد عن الخبطة التانية. او بالسوستة نزلت اهي، وبقت معانا سوستة مربوطة جيدة، وبقى عندنا سوستين صالحين للاستعمال مرة تانية. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واللي عجبه الفيديو واستمر للاخر شير ولايك ومتابعة للمزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم